حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية صباح اليوم الاحتفال الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع جامعة الإمارات في القاعة الكبرى بيوم اليتيم العربي لتكريم الأيتام المتفوقين، وعددهم 53 طالبا وطالبة. كما حضر الحفل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين والمحسنين والرعاة. في جو من الألفة والرحمة والطمأنينة وعلى مسرح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية شهد الاحتفال الذي أقامته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بيوم اليتيم العربي تكريما للأيتام الذين ترعاهم، ووصل عددهم إلى حوالي 9000 يتيم، انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي حث على مثل هذه الأعمال الخيرية وخصوصا رعاية الأيتام. شهد الاحتفال إلى جانب سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين. يوم مهم بالنسبة لنا لأن اليتيم يعني له مكانة ومنزلة في المجتمع، وهو من الطاقات التي يجب أن لا تهمل ويجب العناية بها. لا شك أن احنا سعداء بتنظيم هذه الفعالية. هيئة الهلال الأحمر لها جهود محلية ولها جهود يعني عالمية وإقليمية خارجية، وهذه أحد البرامج المهمة التي قدمها الهلال الأحمر داخل دولة الإمارات. اليتيم طاقة يجب علينا أن نقدرها ونحترمها ونرعاها، وبقدر ما نقدم لهذه الطاقة من رعاية خيرة سوف تعود علينا بالخير. الحفل اشتمل على العديد من الفقرات الفنية والفلكلورية التي تعبر عن أصالة الإمارات وحضارتها، وكذلك الفقرات الشعرية التي تغنى بها المشاركون في حب الوطن وقيادته الرشيدة. ثم تم تكريم الطلبة الأيتام المتفوقين في دراستهم، حيث تخرج منهم الطبيب والمهندس، وما زال على مقاعد الدراسة العديد منهم. رحلتي مع الهلال الأحمر الإماراتي هي رحلة منذ الصغر، يعني من أيام المرحلة الابتدائية ومن ثم الإعدادية والثانوية، وحاليا أنا إن شاء الله على أبواب التخرج كمهندس ميكانيكي بمعدل امتياز إن شاء الله. فالهلال الأحمر هم من المؤسسات اللي دعمتنا ماديا ومعنويا. رحلتي بدأت مع الهلال الأحمر من أنا وصغيرة، يمكن عمر 5 سنوات لحد ما خلصت المدرسة، وبعد المدرسة الجامعة المرحلة الجامعية الحمد لله رب العالمين، وتخرجت طبيبة بالطب البشري. وطبعا الفضل هذا كله يرجع للهلال الأحمر، وطبعا قبل كل هذا شيوخ الدولة. أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء تم تكريمهم وشكرهم من راعي الاحتفال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي قدم مسك الختام لهذا الاحتفال بتبرع سخي من سموه للمتفوقين، حيث قدم لهم مبلغ 1,000,000 درهم كهدية لبذل المزيد من الجهد والمثابرة.